أهلا بكم يا أصدقائي. تابعنا الإعلان التاني واللي كان أهم ما فيه بالا قدرت إنها تمسك صوفيا، كمان إصابة بوران واختفاء مريم عن المشهد. تابعوا معايا الفيديو للآخر يا أصدقائي علشان هنحلل أهم الأحداث اللي ظهرت في الإعلان. كده عرفنا إن المهمة اللي قامت بها بالا وغونجا وعلاء الدين وهم متنكرين كانت للقبض على صوفيا واستعادة حليمة، وفعلا قدرت بالا تمسك صوفيا علشان تعرف منها مكان حليمة. فهل دي هتكون نهاية صوفيا؟ كمان مشهد عودة بالا للقبيلة بعد ما الجميع افتكر انها ماتت، ولكن اراد السيد عثمان يعملها مفاجأة، وهنلاقي مشهد عظيم ما بين فاطمة وبالا الحلقة الجاية. من ناحية تانية يا أصدقائي، إصابة بوران أعتقد بعد معرفة المغول بلقاء السيد عثمان بسادة القبائل هيهاجم القائد المغولي أولغان عثمان في الطريق، وهيتسبب في إصابة أورهان وبوران. كمان اختفاء مريم عن المشهد، فأعتقد علاء الدين هيبقى له دور كبير في كشف حقيقة مريم عن طريق تحليل زجاجة الشراب اللي كانت في شنطة مريم، وربما تكون بداية الخيط في معرفة حقيقة مريم. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.